أعزائي مشاهدي قناة الملتقى العربي وبرنامج شارع النجوم، هيكون ضيفنا النهارده ضيف مميز جدا علشان العيد وفرحة العيد. هيكون الشيف أبو العلا. ابقوا معنا. إذاعة، التلفزيون، العلاقات العامة، الصحافة، الإعلام الإلكتروني يجتمعون فيه. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع ضيف الحلقة الشيف أبو العلا. ازي حضرتك؟ عامل ايه واخبارك ايه؟ الحمد لله. منور قناة الملتقى العربي وبرنامج شارع النجوم. منور حضرتك. مين الشيف أبو العلا؟ الشيف ابو العلا ده يعني مواطن عادي بس بيحب ايه؟ شغله. بيحب يعمل اكله من دماغه، ما بيحبش المناظر، لا بيطلع لكتب ولا بيطلع لايه؟ لاي دراسات او اي مثلا حاجه بيلفت بيها نظره، كله وليده اللحظه. تمام. بالنسبة للطهي أو الشيف أو الطبخ بصفة عامة، كانت بدايتك إمتى؟ كان بدايتي في الثمانينات، بداية الثمانينات، وكنت اكتسبتها من والدتي الله يرحمها. هي كانت ليها الفضل الأول إنها حببتني إزاي إن أنا أحب أعمل الأكل. فهي كان نفسها جميل جدا في الأكل، فكنت بحب إن أنا أقعد أتفرج عليها وأعمل منها. فقلت إن أنا أحب إن أنا أشتغل أعمل في إيه؟ في مجال الأكل والطبخ. فطبعا الحمد لله ان انا اشتغلت اول بدايتي في العمل، اشتغلت في الاسماك. فبدات حياتي ما كنتش اعرف حاجه عن الطهي او في مجال السمك، فاضطريت ان انا اتعلم مجرد ان انا افهم ازاي بيتعمل بس. فمجرد كده بدات ان انا تشتغل من دماغي انا، والفكره كانت من خالي الله يرحمه، هو اللي بدا فيا برضه حب ان انا اقف على المعدات واشتغل. يعني كانت البداية من والدتك هي اللي حبتك في مهنة الطبخ بصفة عامة. اكيد طبعا. تفتكر أول طبخة عملتها كانت إيه؟ والله أول طبخة عملتها كانت ملوخية. زي الطشة كده بتاعت والشهقة والحاجات ديت ولا إيه؟ هي دي اللي حببتني إن أنا أعمل بصراحة يعني الأكل. فهي أول حاجة عملتها كانت الملوخية. يعني كانت بداية الانطلاقة كانت أكلة ملوخية. أكلة ملوخية. ما شاء الله، ده احنا كده لازم نجرب أكلة الملوخية كده. أكيد طبعا. إيه اللي خلاك تختار مهنة الشيف إن أنت تبقى طباخ؟ والله أنا حبيتها. حبيت إن أنا أعمل حاجة أنا بحبها. يعني بدأت إن أنا طالما لقيت نفسي بحب حاجة فلازم أعملها. وبتعملها طبعا بقى بحب لأنك أنت حاببها. ما طبعا أكيد، ما طالما أنت بتحب الشيء لازم تغطيه عشان يديك. هتحترف حتى فيه، يعني أنت حتى بتشتغل بتحس إن أنت مبسوط. أكيد طبعا. لأن أنا حابب الموضوع نفسه. حتى بدون اجر اساسا انا كنت احب ان انا يعني اعمل حاجه جديده. ايه هي الجديد؟ ان انا اطعم الاكل بحاجه لا تضر ولا تزود مثلا معاييره لمسميات اخرى اللي هي الناس اللي هي يعني بتتكلم فيها الايام دي، لما وزع يعني تزويد توابل، حاجات ملهاش لازمه يعني بتتحط، ممكن دي بتأدي في النهايه برضو لطعم مش هو اللي مطلوب. في كل واحد بيبدأ في يعني يخوض مجال العمل بيبقى فيه معوقات، حاجات بتحس ان هي بتشدك، ناس عايزه تنتكسك، ناس عايزه كل ما تطلع درجه عايز ناس تلاقي سبحان الله في ناس اعداء النجاح زي ما بنقول كده عايزين يشدوك لتحت. اكيد قابلك حاجات من دي كتير واتقابلت، وياما صدفتني ناس لا مؤاخذه انا تفوقت عليها في العمل، فهي حبت ان انا ما اكونش في ايه في المجال ده. فكتير كانوا بيضطهدوني وكانوا لا مؤاخذه انت فاهم يعني ما حدش بيحب الخير لايه لصاحبه. فانا بالنسبه لي الحمد لله تغلبت على كل ده، وبدا لي يبقى لي اسم في السوق كله، والحمد لله من ساعتها وانا بحافظ برضه رغم ده كله في برضه عقوبات لحد يومنا هذا. لحد يومنا هذا. طب بالنسبه هل خدت تجارب مثلا انت تشتغل في فندق او في فنادق مثلا سياحيه وكلام من ده؟ والله خدت تجربه في فندق شبرت 6 شهور. بس للاسف طبعا اللي كان ماسك مدير المطعم كان مدير الماني، فكان صعب التعامل معاه. يعني دايما نقول مثلا عقده الخواجه دايما في المصريين. في المصريين.
طب ليه كده طيب؟ طب ازاي نكسر العقده ديت؟ بالنسبه حتى كل مثلا الشيفات او كل القنوات حتى اللي بتقدم الطهي، تلاقي دايما زي ما بنقول كده الخواجات او الاجانب بيتفوقوا علينا في الطبخ، الكلام ده صحيح ولا؟ والله اقول لحضرتك حاجه، بالنسبه لحكايه الطبخ والاجانب والشيفات يعني المتخصصين في نظام الاكل بيتعاملوا بالورقه والقلم ومن كتب بيجيبوها وبيقروا ويحسسوا المشاهد ان هو ما فيش غيره، هو كل الكلام اللي بيقولوه هو ده الصح، بل بالعكس هو الانسان مننا لا يتعامل بالورقه ولا القلم، يتعامل من دماغه ومن الفن اللي هو بيحبه ان هو يقدمه للناس. تمام. طب انت شايف مهنه الطهي ده في مصر شكلها ايه؟ او ماشيه ازاي؟ والله انا في الوقت الحالي اللي احنا فيه معوقات كتيره بتقابلنا وبتقابل الشعب المصري، لان الشعب المصري بقى يعني ما بيهموش في حياته غير الاكل، فبياكل ما مش عارف بياكل ايه، لان في عدم الضمير موجود، ولا مؤاخذه المكسب اللي هو من حرام موجود، فطبعا ده بيتغلب على الناس. في اولا بيعملوها بنظام تخفيض الاسعار، بحيث ان هو يجبرك انك انت تاخد المنتج ده عشان اقل في السعر، فانت بتجري ليه، وفي النهايه انت بتاكل حاجه انت مش عارف هي بتاكل ايه، لعدم ايه الضمير فيها. يبقى ده رساله مهمه جدا لكل مصري ولكل عربي، ما نجريش ورا اي حد يقول لك انا والله انا منزل وجبات بدل ما ب 10 جنيه هنزله مثلا 7 جنيه او ب 5 جنيه، لانك ما تعرفش المصدر. لازم تشوف المصدر، ولازم يكون المكان نفسه موثوق فيه. مش ده اللي هو ده، لان انا اتعاملت في اماكن كتيره، فكان قدامي بيورد عليا الحاجات دي، فكنت بشوف الناس لا مؤاخذه ويمكن اشهر الناس موجودين حاليا في بلدي بتتعامل بالمنطلق ده، ان هي تجيب الحاجه اردأ ما يكون، وبتعمل فيه مصطلحات وبتحط له اضافات وبتعمله بحيث ان الطعم بقى ويتغير الطعم والحاجات دي. ايوه بيغير الطعم بنسبه 90%، وانت بتاكل مش داري انت بتاكل ايه، مع اني انا واثق 100% لاني كنت بشوف الحاجه دي وهي جايه خام، مع احترامي لاي بني ادم بيعمل اكل هو مش هيقدر ياكل منه اصلا، بس بياكله للناس، لان احنا بنحب حاجه اسمها الاكل والحاجات المبتكره، ما بنجريش ورا الاكل ده جاي منين او مصدره ايه. يا ريت الضمير لكل اهل، يعني كل واحد ماسك مطعم يراعي ربنا. ضميرك، هل انت هتكون راضي وانت بتاكل من المنتج اللي انت منزله؟ لو انت راضي يبقى اكيد الزبون اللي بيدخل لك او العميل اللي بيدخل لك اكيد بيكون راضي. بالنسبه هل شاركت مثلا في حفلات، افراح، بالنسبه لا والله انا ما بحبش الحاجات دي، يعني ما ظهرتش فيها، لان ايه ما بحبش النظام ايه الاجتماعات الزياده عن اللازم، بحب ان انا اكون منطوي، لان انا بحب اعمل اكل بعمله ايه لنفسي وللناس اللي بتاكل من ورا ايدي، اللي هي المؤاخذه اللي بتشتري الاكل عشان تاكل. تمام. مش بتشتري او بتعمل مثلا حفلات عشان اقدم فيها اكل وشهره والكلام ده، لا انا بحب ان انا زي ما انت بتدفع المؤاخذه الجنيه تاكل بيه وانت مطمئن. طب لو طلب منك ان انت تحضر مثلا حفله مثلا عرس، حفله ايا كانت الحفله، يعني على ايا كان المستوى، يعني هترفض مثلا ولا ممكن توافق عادي؟ لا ممكن اوافق عادي، بس في نطاق ان هو اكون قبل اي شيء اكون انا اللي متفق على الحاجه، انا اللي اجيب الحاجه الخامه بايدي، وانا اللي اعرف وانا اللي هعملها. تمام. يعني مثلا طب احنا لو قلنا مثلا حاجه نسبيه، لو مثلا في فرح في 500 مثلا فرد، نظامك او خيالك يجيب الموضوع ده ازاي؟ بالنسبه مثلا لو قلنا مثلا في مجال الاسماك، مجال الاسماك معروف مثلا كل فرد ليه حاجه معينه، مثلا مؤاخذه ليه مقدار معين بعمل عليه نسبه وتناسب، يعني مثلا الفرد لو بياكل لا مؤاخذه معروف مش هيزيد اكتر من 200 جرام مع الرز مع سلطته مثلا، بتبقى حاجات خفيفه لان دي اكل حفلات مش اكل وليمه. هتاخد بالك؟ فطبعا بحسبها انا من الناحيه دي، يعني مثلا 500 فرد مثلا في 200 جرام قد كده، تكاليفهم قد كده، بيعملوا يصرفوا قد كده، بس هو ده هي دي نظام الحفله مش اكتر من كده يعني.
طب بالنسبه للاطفال، انت شايف ان الاطفال لهم وجبات مثلا محببه مثلا في السمك او في اللحوم او في كذا، ولا هم بياكلوا خلاص؟ اي طفل مثلا ممكن ياكل اي حاجه. لا والله بالنسبة للأطفال يعني معلش احنا المفروض الناس تهتم بيها شوية، لأن لا مؤاخذة يعني الطفل لما بيطلع متأسس لا مؤاخذة على حاجات صحية، غير لما يطلع لا مؤاخذة يعني هش زي ما احنا بنشوف كل أكله على الشيبسيهات والحاجات دي. لا المفروض الست أو ست البيت تراعي طفلها في بالنسبة لابنها لا مؤاخذة معلش لازم تحط له الأكل ده تأسسه. الأكلات السمك معروفة فيها نسبة فوسفور عالية بتنير المخ، بتنير مخ الطالب وبتنمي له الذكاء. فأنصح أي ست إنها تأكل الطفل من وهو صغير، لو هو يعني طالما قطع الرضاعة ممكن تطعمه أسماك، بتديله أولا تثبيت الشعر بدل ما نجري على عمليات ونجري على البتاع ده. غير كده بيفيد في النظر، بيعمل بنية أساسية للجسم الإنسان، بيمنع هشاشة العظام، بيدي البني آدم طاقة فوسفورية عالية. لذلك احنا دايما بنتكلم مع بعض انت راجل فسفوري. يعني ايه فسفوري؟ مشع. فهو طبعا تكوينه تكوين الاسماك هي اساسها فسفوريه. يبقى دي رساله من الشيخ ابو العلا لكل ست مصريه، يا ريت موضوع الشيبسيات والمواد الحافظه نتجنبها الى حد ما، ونبص لموضوع الاسماك مثلا بحد كبير، صح كده؟ اكيد طبعا. لان ده بيعمل للشخص او بيعمل لابنك او بيعمل لبنتك بنيه اساسيه صح. لان الشيبسيات برضو عشان في ناس برضو مش واخده بالها منها كويس، بيتحط فيها مواد مهيجره للطفل، لذلك تلاقي الطفل شقاوته اكتر في السن ده، وطول ما هو بياكل الشيبسيات والحاجات دي بيديله النظام هيبره، يعني زيه زي الادمان، فبيقلل نسبه الاكل عنده، فده طبعا بيضعف من ايه؟ من نموه الصحي. طب بما ان اتكلمنا عن النمو بقى، انت شايف الطبخ ده له علاقه بالنمو الاقتصادي؟ والله احنا في البلد اللي احنا فيها دي بتحب حاجه اسمها اكل. ف احنا عندنا نهضه، احنا عندنا طفره في لا، ما هي الطفره جايه من ايه؟ هقول لك. طفره اقتصاديه، بس احنا بنضيعها في المؤاخذه في ايه؟ في اكلات مالهاش لازمه. يعني احنا يعني بنحب الاكل بس ايه؟ مش لدرجه الابهار فيه بزياده، يعني واخد بالك، يبقى فيه حاجه معقوله. ايه هو اللي هو يفيد وهو اللي يضر، مش اجيب اي بس اكل وكذا واصرف واعمل، وفي النهايه ما هيأثر علينا، ما احنا اللي هنصرفه على اكلنا هو اللي بيأثر علينا ماديا. تمام. طب انت شايف بالنسبه لامور الطبخ في يعني ممكن تكون مثلا وسائل مشتركه بين مثلا مصر وبين الشعوب الثانيه، زي مثلا لما بنحب نلعب كوره تلاقي مثلا في دورات خاصه بكل الدول، هل الطبخ نفس القصه ولا له وجهه نظر ثانيه؟ والله انا اقول لحضرتك حاجه، بالنسبه لينا احنا كشعب مصري واخد على المسبكات وعلى الاكل وعلى الدول الثانيه، لا مؤاخذه الدول الغربيه والدول الاجنبيه بتتعامل بايه؟ بنظام لا مؤاخذه مقرنات. ايه هو مثلا؟ احنا ممكن نقعد طول النهار ناكل 3 4 مرات، هم منظمين اكلهم لا مؤاخذه، اللي هو الشوزي دايما اللي هو بيبقى ايه؟ نسبه السوى فيه 30%. احنا بنحب السوى الزياده لا مؤاخذه، اللي هو ايه؟ في فرق، يعني ايه؟ في فرق في حكايه الاكل دي، في الطعم كمان. هم بيحبوا الحاجات دي مثلا، زائد هم لا مؤاخذه هم حياتهم معلش ربنا يهدينا كلنا، هم بيتعاملوا مع بالخمور والكلام ده، احنا ما بنتعاملش في اكلنا بالخمور. فطبعا احنا اكلنا مفيد وصحي عنهم، هم بيتعاملوا بيه بنظام لا مؤاخذه معلش ان هو ايه؟ بيحافظ على وزنه، بيحافظ على شكله الجمالي، بيحافظ على بتاع. احنا هنا ما بتفرقش معانا الجمال، اهم حاجه ان احنا ناكل. يبقى احنا اهم حاجه ان احنا ناكل. بس بما ان طبعا لو رجع بيك الزمن من البدايه خالص، هل هتقول انا كنت برضه عايز ابقى شيف ولا هتغير المهنه؟ انا عمري ما افكر ان انا اغير، او اخر يوم في حياتي، لان انا بحبها. بحبها بمعنى صح. يعني طب هل مثلا لو حد من ولادك مثلا حب يبقى شيف هترضى ولا؟ انا خليتهم شفاء، انا خليتهم حبوا شغلهم وبقوا شفاء. يعني عندك ولادك ربنا يخلي شفاء. معايا مين ومين؟ معايا عمرو
شيف وماسك مطبخ يعني كبير الحمد لله تمام، ومعايا برضه محمد، كلهم الحمد لله شيفاته ومالين اماكنهم قوي وبيحبوا شغلهم برضه، لان انا زرعت فيهم حب الشيء فحبوا. تحيه وتقدير للشيف عمرو والشيف محمد. يعني هم فعلا شيفات ولا؟ لا شيفات وعلى يعني مستوى كمان ومحبوبين في شغلهم والحمد لله تمام وموفقين في عملهم، وبيأدوا اللي انا يمكن ما بقى في الوقت اللي انا فيه مش قادر اديه هم بيأدوا. يعني كده بيكملوا المسيره بتاعت السيد الوالد يعني. اكيد طبعا. ربنا يخليك. عايزك بقى تعصر لي دماغك كده وتحكي لي على موقف مش هتنساه في موضوع الطبخ او التعاملات مع الناس. موقف كده كل ما تقعد ما بينك وبين نفسك تفتكره، تفضل تضحك عليه او تكون حزين عليه. موقف ما يتنسيش. والله مواقف كتيرة بصراحة. هي في موقف أنا كنت في عزومة بعملها عند في المطعم اللي أنا كنت شغال فيه لواحد يعني شخصية مهمة يعني، فحطيت الأكل في الشواية وظبطت الأكل على إن إيه أوديه له، فهو طالب حاجة معينة، الحاجة دي هو موصي عليها بنسبة 1000% إن هو هي دي اللي متطلب منه. فانا دي بالنسبه لي النوع الوحيد ده كان قاروص، في الوقت ده ما فيش حاجه اسمها قاروص موجوده في وقت اخر النهار مش هعرف اجيب له تاني. فانا حطيتها في الشوايه ونسيتها. بعديها بساعتين افتكرت، وبعد ما راح للطلب ان انا ببص في الشوايه لقيت الطلب بتاعه، بقيت واقف في حيره مش عارف اعمل ايه. فالموقف ده بالنسبه له انا انبني كتير، لان الراجل طبعا كان حابب ان يحط دي في قلب السفره بتاعته، ففوجئ انها مش موجوده وانا فوجئت انها محروقه. فكانت صدمه والله بالنسبه لي. ده الحاجه اللي مش هتنساها. لا دي ما انساهاش بصراحه. طب شيف يا ابو العلا، لو حبيت تقدم رساله لحد بتحبه وبتعزه، حد انت نفسك توصله رساله، تقدم رساله لمين؟ والله انا اقدم للناس اللي هي المؤاخذه اللي انا بحبها، يعني هم اولادي لان انا ما معيش غيرهم، فهم بقول لهم انهم امشوا على نهج ابوكم، حبوا شغلكم، خافوا على الناس، خافوا على اهم حاجه يكون في تعاملاتكم بالضمير، لان الضمير هو ايه؟ هو سبيل النجاه في الوقت اللي احنا فيه. فحاولوا انكم تمشوا وتخافوا من ربنا في اللي انتوا بتعملوه. خفتم منه هتسلموا، لم تخافوا لم تسلموا. فخافوا عشان لا مؤاخذه، عشان الناس دي امانه في رقبتك. الناس اللي بتاكل من تحت ايدك دي امانه في رقبتك، لان الناس مش شايفينهم وبياكلوا. ما حدش شايف حاجه. الناس بتاكل وهي مغمضه، دافع فلوسه بتاكل، والجعان بياكل اي شيء. يعني هات واحد جعان دلوقتي وحط له اكل قدامه هياكل، بس بعد ما ياكل الله اعلم. او خاصه بقى لما يكون الاكل ده دسم وريحته حلوه وريحته جميله ومليان توابل، الموضوع نفسه تايه من الريحه نفسها، ما يقدرش يقاوم، مش هيعرف يميز. زي الملوخيه اللي انت عملتها اول مره دي. ايوه، فهو بياكلها وبعد كده ربنا تولاه برحمته. طب بالنسبه انت شايف من وجهه نظرك الشيف الراجل ولا الشيف الست؟ والله برغم ان انا دايما بروح يعني مثلا بيجي لي عزومات كتير في الفنادق، بحضر مهرجانات كتير فيها برضو طبخ، كل الاصناف كله رجاله. فايه الموضوع؟ اولا في ناس بتحب اللي هي بتعمله، فطبعا الرجاله اكتر لا مؤاخذه، لان الست دايما اغلبيه اكلها قعدتها في المطبخ، واخد بالك؟ فهي بتعمل لا مؤاخذه الست الشيفه مثلا، او في شيفات سيدات كتير محترمات وكل حاجه، بس الرجاله اكتر، لان الراجل بيحب شغله. طالما الراجل حب شغله فهو المتسيد طبعا في كل شيء، والراجل اللي هو في الصوره اصلا، لان حتى الراجل حتى في الجراءه في التعامل بيبقى اشد من الست. الست فيها حته الخجول برضه شويه. لا انا ما بتكلمش على الخجول، وبتكلم على حاجه، انا بتكلم على الطعم. لا يعني انا نفسي احب اكل مثلا من ايد راجل، ما احبش اكل من ايد ست اللي هو في مطعم، لان الراجل لا مؤاخذه معلش في الكلمه بيخاف من ان هو يعمل حاجه غلط، لان برضه كبرياءه وعظمته، يعني العظمه لله وحده، فهو طبعا بيخاف على شعور لا مؤاخذه من الشيء اللي يطلع من ايده مش كويس، فلازم يخاف على نفسه. فعشان كده تلاقي الرجاله دايما ناجحين.
ليه؟ عشان فيهم حته الخوف، لكن الست ممكن تعمل بعد ما تعمل وحاجه بسيطه ممكن تيجي قاعده في البيت، لكن الراجل مش هينفع يقعد في البيت. فدي وسيله ليه ان هو يتعامل بيها مع الناس، ان هو يتقن شغله عشان يستمر. يعني كده نفهم ان الشيف الراجل لازم أن يكون بيتقن عمليه الطبخ علشان يبقى فيه استمراريه بالنسبه لشغله، لكن الست ممكن تتغاضى شويه والموضوع نفسها بالنسبه لها حتى لو قعدت في البيت ده هو ده امر واقع. امر الموضوع نفسه بيبقى بسيط يعني. بسيط، لكن بالنسبه للراجل صعب، لان انا بعد مثلا مؤاخذه حياتي كلها بقضيها قدام الناس وبتعامل مع الناس، وهو ده شغلي وهو ده عملي اللي هو بيجبرني ان انا افتح بيه بيتي. مؤاخذه لما ههمل فيه وهقعد في البيت ابقى زي الست، فبقى لازم اخاف على شغلي، عشان كده ببقى ناجح. ودايما الرجاله هم المتسيدين في حكايه الاكل بالذات. طب ده حتى في اوروبا نفس القصه برضه، في كل جميع دول يعني العالم. مش في الدول العربيه بس، لا. اكيد. طب بما اننا طبعا في عيد الاضحى المبارك كل سنه وكل عيد وكل الامه الاسلاميه بألف ألف خير، تنصح الناس في اكلات اللحمه الدسمه بقى والخرفان والاضاحي والدهون ايه؟ والله يا جدعان هو العيد مش احسن عيد لحمه، هي ده اضحيه يعني. دي يعني حاجه رمز ربنا سبحانه وتعالى لما من على سيدنا ابراهيم ان هو كده انها تبقى اضحيه. لا مؤاخذه بندي الفقير وبندي ده، بس احنا مش معناها ان احنا نقعد قدام الطبليه او قدام الصينيه او نفضل ناكل ما احنا اللي مأذيين. لا، نخفف من الاكل حتى على الاقل صحي. لما ناكل الحاجه الصحيه ما تزيدش عن 200 جرام بس، اكتر من كده، لان الزياده عن كده بتضرك انت، بتعمل عندك عسر وهضم وبتعمل عندك تلبك معوي. فلا، انت حافظ على نفسك وحافظ على صحتك، وفي النهايه البطن ما بتشكرش. يعني الفته انت وانت، هل لو في طبق فته قدامك باللحم هل هتسيبه؟ اصل الموضوع صعب. لا الموضوع صعب. ولا الاقتناع لو اقتنع بان هو صح هيعمل الصح، لكن هو طبعا بياكل بينسى نفسه. ده لا مؤاخذه الانسان الضعيف، وفي النهايه هو اللي بيجني على نفسه برضه. بالنهايه انا بقولها لك اهو. طب نصيحه بقى لكل شيف لسه بيبدا يقول يا مسهل، تقول له ايه؟ والله هو اللي انا اقدر اقوله له، اقول له حب شغلك وعامل ضميرك قبل اي شيء. حب زميلك عشان يحبك وانت تحبه. طول ما يبقى فيه محبه هيبقى ربنا سبحانه وتعالى راضي عليك في العمل اللي انت بتعمله. اما انك انت اهملت المؤاخذه شغل وتجريت ورا انها تاخدها كوسيله ماديه، معلش مع احترامي لاي شيف كبير او شيف مبتدئ، انت بتخسر نفسك قدام نفسك مش قدام حد. انت اللي بتخسر نفسك. اهم حاجه حب اللي انت بتعمله عشان تلاقيه منه. دي طبعا رساله مهمه من الشيف ابو العلا لكل شيف لسه بيبدا. حب المهنه وراعي ضميرك وحب زميلك، بلاش الشغل اللي هو من تحت الترابيزه ده عشان كله ياكل عيش. اكيد صح؟ اكيد طبعا، وربنا يوفق كل واحد ناوي انه يعيش بالحلال. وبعدين طالما انت لا مؤاخذه دخلت بيتك قرش حلال، ربنا هيكرمك فيه في اولادك وفي ذريتك وفي صحتك قبل اي شيء. رساله اخيره قبل ما نختم في حب مصر. والله مصر دي بلدنا وبنحبها وبنحب ترابها، ونتمنى نعيش ونموت في قلبها، ونتمنى ان الخير يعم عليها ويبعد عنها كل سوء، وربنا يحفظها ويحفظ كل من يخاف عليها. مش اكتر من كده هقدر اقول. وفي اخر حلقتنا نقول تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. وبكده تكون انتهت حلقتنا. وانتظرونا في حلقات قادمه وتصبحوا على خير.